اليوم تعود الحياة إلى طبيعتها في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل رغم تنغيصات كبيرة تعيشها هذه المنطقة بفعل أكبر هجوم شنه المستوطنون على المحال التجارية وأصحابها. حتى هذا المسجد المسمى مسجد باب الزاوية لم يسلم من اعتداءات المستوطنين. للمرة الأولى منذ احتلال مدينة الخليل يصل المستوطنون باعتداءاتهم إلى هذه النقطة البعيدة مئات الأمتار عن أقرب حاجز عسكري. هذا واقع جديد فرضه جيش الاحتلال بعد سماحه بمرورهم فيما يسمى بعيد سارة. أضرار لحقت بهذا المسجد الذي حاول المستوطنون إحراقه، وهذا المتجر المتواضع دمروا كامل محتوياته. بعد ما قاموا يعني بعربدة، هم اللي قاموا بالعربدة، مش انه الناس استفزأت. الحين الناس اللي شافت هيك هاجموا عليهم، هاجموا طبعا على المحل هذا، كسروه ودمروا البضاعة على الأرض، شرفوا اللي شرفوه، بعديها راحوا سكروا المسجد. يعني هذا ولد من ولاد جيراننا قاعد على الشباك، ما استفقنا الا هم بيسلخوا قنينة زيت المستوطنين، بس الله اللي ستر عينه. بالتزامن مع هذا الهجوم وضع جيش الاحتلال لأول مرة أسيجة حديدية في منطقة باب الزاوية التي تعتبر وسط مدينة الخليل، وعزلها عن محيطها بشكل كامل بذريعة تأمين مرور المستوطنين إلى أحد المواقع القريبة. تخوفات حاضرة من واقع جديد في ظل حكومة يمينية إسرائيلية منتظرة. مؤشر الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة هو مؤشر خطير، لكن ما جرى هو جرى لأول مرة، يشكل انذار خطر، يدق ناقوس خطر، لكن يعني نحن علينا مراقبة ما يجري، لكن كفلسطينيين يعني علينا مسؤوليات تتعلق يعني وواجبات تتعلق بحماية المنطقة المغلقة ومحيط البلدة القديمة وما إلى ذلك، حتى لا يصبح هذا الجشع يعني حقيقة. زي ما بلشوا بالبلدة القديمة والشارع الشهداء، إن الأمور تصير تمتد للأمور اللي هي باب الزاوية كلياتها، هذه يصير يسيطروا عليها ما بين المستوطنين والجيش. لاحظنا الجيش الإسرائيليين والمخابرات الإسرائيليين والمستوطنين محضرين شيك لتقسيم الشارع، يعني شغلة واضحة، إذا ما بيشتغلوا مقابل هذا الحكي إنهم يرجعوا لذكرياتهم بشكل صح ويحيوا المنطقة على المنطقة السلام. تتزامن هذه الأحداث مع أعمال استيطانية مستمرة على أنقاض أسواق وأحياء سكنية فلسطينية بعد 22 عاما على إغلاق وسط المدينة الذي طال نحو 2000 محل تجاري، ونصب الاحتلال 22 حاجزا ووضع أكثر من 100 عائق في المكان. سلوك الاحتلال والمستوطنين الأخير يحمل بين ثناياه نوايا لمزيد من السيطرة على قلب مدينة الخليل، ويحمل أيضا آثارا اقتصادية وتجارية وأيضا أخرى تتعلق بتخوفات من تقييد في حريات الحركة والتملك في هذا المكان. حسن رجوب لعلم فلسطين، الخليل.